هو يوم جمعة. على الاغلب انتم قاعدين تشوفون هذا الفيديو يوم سبت، بس اليوم هو يوم جمعة، حاليا جمعة. الجمعة انا اسميها جمعة ايفر يا اخوان، لانه اقعد اتصفح بالنت وكذا واشوف شنو قاعد يصير. باحدى الاخبار اللي قاعدة تصير حاليا بالنت، اتوقع اغلبكم منتبه عليها، بس خلينا ننبهكم عليها. بهذا المقطع انا قلت لكم يا اخوان انه افضل لاعب الي هو كريستيانو رونالدو، انا اعشق شيء اسمه كريستيانو رونالدو، كريستيانو رونالدو يعني اموت عليه. صار موقف شفته بالانترنت بين كريستيانو رونالدو ولاعب عراقي، وتبادلوا التيشيرتات بيناتهم. الدنيا ما ليش قاعد يسال بيها. شوف خلينا نجي نكتب هنا كريستيانو رونالدو وسعد ناطق. سعد ناطق يدمر كريستيانو رونالدو بتدخلات قتاليه. اوه ماي جاد، هذا لاعبنا يا اخوان، لاعب المنتخب العراقي. طبعا كريستيانو رونالدو يلعب نادي سعودي وسعد ناطق يلعب نادي سعودي، فتواجهوا بيناتهم. كريستيانو رونالدو هنا أنا قدامكم. النصيحه الوحيده اللي انصحك اياها حاليا هي انه تشترك بالقناه. اي نعم. يعني شوف سعد ناطق ايش سوى. يا سعد ناطق، ليتس جو ليتس جو ليتس جو. هذا سعد ناطق. ارد اشوف صدق انه ما خلى كريستيانو يتحرك مثل ما قالوا، لان العنوان يقول سعد ناطق يدمر رونالدو بتدخلات قتاليه. ارد اعرف منو فاز بهاي المباراه الصراحه، صار تفكير. اوكي سعد ناطق. اوكي حلو، اول قطعه ليتس جو. لا 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 عيد. انا متحمس يا اخوان، انا متحمس. لعب قاعد تقول لي راح تقول لي ايش فيك كأنك ما شايف يا اخوان. هذا شيء حلو، هذا بالعكس شيء حلو للاعب العراقي. هذا يدفع اللاعب العراقي انه يشتغل على نفسه اكثر ويكون يجي يصعد نفسه اكثر. تفهمون علي؟ سعد ناطق مره ثانيه. والله يا اخوان الدفاع فريق ابها زوده بسعد ناطق. وحش. كريستيانو مره ثانيه، سعد ناطق مره ثانيه. يوهو لا هاي قويه هاي ما بيها جزاء طبعا، ما بيها جزاء. الكره اوه ماي جاد. نعيد. شوف على الكره. لا مستحيل سعد ناطق. والله يا اخوان عندنا ايش دفاع. ليش ما جايبين بالفريق؟ يلعب بالفريق لازم يجيبوا المنتخب. ابراهيم انفراديه قطعها مني. لا كريستيانو ما بيه شيء. انا احبك على راسي بس ما بيه شيء. شوف لي عادي. يا سعد يا سعد. انا اشوف انه صدق قطع التيشيرت مالته ولا ارد اشوف. هذا جول فريق سعد ناطق. ليتس جو. اوكي صار تعرف هم فازوا ولا لا. هاي سعد ناطق. هاي شنو ساد الدفاع كله. دفاع ما حد يفوت لي. سعد ناطق ساد الدفاع كله. هم سعد ناطق عجيب. ضايد ما بدي يخليه يتحرك، بدي يخليه ضايد. لا ارد اشوف بعد. اوكي لا سعد ناطق انضرب. هو هم طلع سعد ناطق، هم هو طلع. وحش سعد يا اخوان، روح قتاليه. اللاعب عنده روح قتاليه. انا كل شيء احب اشوف. انا يا اخوان دام تعرفون علي، انا كل شيء احب اشوف فيه اشياء. هسه احنا مو برمضان، تلقاني الفجر ورا اذان الفجر قاعد اتفرج في فيديوهات لاعب عراقي وجه كريستيانو رونالدو. يعني جدا طبيعي. هم سعد ناطق ما دي يخلي كريستيانو يلعب. شو السالفه هاي؟ ما دي يخليه سعد ناطق. هم سعد ناطق طلع. شوف اما الدفاع خلي يشتروا ريال مدريد. والله يشتروا ريال مدريد. هذا قتالي هذه. ما يخلي احد يلعب. ساد الجو بس والله. رهيب. سعد ناطق طلع. يب. الدفاع ما بي بس سعد ناطق. فيديو ثاني سعد ناطق. لا يخلي كريستيانو يلعب، لا يخلي الفريق يلعب. اجين كريستيانو. سعد ناطق اخذ من كريستيانو. ايش قد عمرك؟ سعد ناطق 29 سنه. والله بي مجال يلعب بالريال مدريد. ماكو مشكله. هاي الحره، هاي الهدف مال كريستيانو. السبب انه فاتت جول لان سعد ناطق مو حارس. ليش قالوا جزاء؟ لانه سعد ناطق مو حارس. شوف سعد ناطق قطع من كريستيانو. لانه لو بس حارس سعد ناطق. لا اذا والله كسر لكريستيانو. اذا والله. يقول له والله الكعبه طخيتي. صدق ملزمه والله. معقوله؟ اريد اشوف لي عادل صدق. ترى سعد ناطق رهيب اذا صدق.
لا لزمه ضربه. عاد اشوف انه صدق بدل التيشيرت وياه لا بس ممكن هسه نعرف شلون اتاكد. انا شلون اتاكد. لا مستحيل صدق والله طلعت. لا مستحيل يا رب الكعبه صدق. ثانك يو كريستيانو فور يور كايندنس. يا الهي والله رهيب والله يستاهل. لعب رهيب. اوكي خلصنا من موضوع سعد ناطق وكريستيانو رونالدو. مرحبا يا هلال بصوت رحمن رياض. رحمن رياض وهذا سوى اغاني يا اخوان. نشوف يا احلى هاي لو ذيك القديمه. حلوه يلا خلينا نرجع نعيد البدايه. البدايه ما حلوه. مرحب يا هلال. لا هاي احلى. اتوقع اللي متعودين بس هاي احلى. اوكي يا اخوان بما انه ماكو صراحه ترندات تستاهل انه نحكي بيها فقررت انه اقرا التعليقات على اخر مقاطع نزلتها. راح اقرا تعليقات هذا الفيديو يا اخوان. طبعا هذا الفيديو حكيت فيه على موضوع علي المرجاني وحذف قنوات علي المرجاني. اكيد اكو عالم تفهمتني غلط انه انا عندي ثاروي علي المرجاني وهيك عندي مشكله علي المرجاني. ما ادري شو صراحه. هو انت كرنج. عم افتهم هذا الموضوع انت كرنج ومدري ايش. هذا ما افتهم هذا الموضوع. منين طلعت هاي الكلمه اصلا؟ كلمه اصلا تعرف شنو معناتها كلمه كرنج؟ انت قاعد بامان الله واحد بالرسائل بالانستغرام تجدين انت كرنج بدون سبب فور نو ريزن بدون سبب. فيا عزيزي اللي كتبت لي انت كرنج او اللي تكتبون كلمه كرنج ممكن تقولوا لي شنو معناته او تشرحوا لي معناته. صدقني يا ايفر لولا انتقاد علي المرجاني لك ما كان طلعت بهذا الفيديو. غلط حكيت عليه وهذا السبب يثبت ان علي المرجاني صار له تقريبا سنتين او اكثر لحد الان انت ضايج من عنده وثابت بدماغك. غلط. وانت بهذا الفيديو لو تلاحظ رديت على بعض الشغلات اللي انتقدك بيهن ومن ضمنهن سوي الشيء اللي تحبه. غلط. اني كانت موضوع مشكلتي ويا علي المرجاني وكذا ما كانت اكو مشكله انه مجرد علي المرجاني نشر عليه 3 مقاطع. انا نشرت مقطع حكيت بيه انه عارضته بالافكار مالتي. رجع هو نشر مقطع وانتهى الموضوع. كان اكو طرف بالمشكله اللي هو يوتيوبر اودن. انا واودن هسه اصدقاء يا اخوان. انا واودن اصدقاء كلش هوايه. نحكي دائما ويا بعض وكذا نساعد بعض نسولف ويا بعض لانه حرفيا ماكو شيء. ما كان سوء تفاهم وخلاص انتهى الموضوع. بالنسبه لعلي المرجاني اوريدي هو كان صديقي خلص يعني قطعنا عن بعض ما نحكي بعض كذا. يعني جدا طبيعي ترى ما عندي شيء وياه. اللي انك ناس تقول لي عندك شيء ما عندي شيء وياه. انت قاعد تحكي على فيديو انا نزلته قبل سنتين. مشكله صارت قبل سنتين جدا تافه. زائدا انا ما حكيت على اي شيء يربط موضوعي بعلي المرجاني نهائيا. انا حكيت انه ليش نسدد قناه علي المرجاني وخلاص هاي انتهى الموضوع. رغم ما اتفق على المرجاني بهواي شغلات بس القصد من هذا الفيديو كله مو خليك ذكي لا خليك منافق لوقي. لا غلطان كلش غلطان. الفكره انه هنا كلمتين دارخ ووستك. بس انا بالنسبه لي خليك ذكي. اللي صراحه ما اتذكر انه توقعت احد بيوم من الايام على مود اوصل للمرحله اللي انا بيها. كنت قبل انشر اشياء ما كنت مستوعب ان العالم ما تريد تشوفها. شوي من كبر صارت عندي خبره اكثر قمت اعرف العالم شنو تريد تشوف. راح اذكر لك مثال. انت عندك محل المفروض يكون محل مال مخضر بس انت قررت لا والله اشو اني الا ابيع بس طماطه. المحل كله عباره عن طماطه. ها هي بس طماطه. يجون العالم يقولوا لك يابا بيعنا خيار بيعنا فواكه. انت تقول لهم لا والله انا الشيء اللي احبه طماطه فاسوي الشيء اللي احبه انا بس طماطه ابيع. يلا ايش بتسوون سووا؟ هم حيفوك يروحون يشوفون غير محل. نفس الموضوع هنا حيفوك يروحون يشوفون غير قناه. شلون افهمك يا بعد؟ بس يا اخوان قرأت تعليقات هوايه كافي. ابكم هوايه. قولوا اذا تريدون بعد نسوي فيديوهات من جمعه ايفر. بس مع السلامه.